السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم في القمر ده والجمال ده؟ تعالوا يلا بينا وانا بقطع الفروت سلطه احكي لكم على حاجه حصلت معايا بجد يا جماعه. يوم 15 شعبان انا كنت صايمه في اليوم ده، وكنت بكمل صيامي عادي، صيام الثلاث ايام. وكنت متفقه مع صديقتي اللي هتنظف معايا الشقه، ان هي هتجيلي يومين كده نعمل فيهم ايه الشقه. المهم هي جت في اليوم ده وانا كنت صايمه عادي خالص ومكمله صيامي، وجينا عشان ننظف ما لقيناش ميه. طيب انا افتكرتها مقطوعه عمومي، فكلمت عمو البواب، هي الميه مقطوعه. قال لي طب انا هنزل اشوفها. المهم نزل لقى الموتور واقع من مكانه والماسوره مكسوره والدنيا مغرقه والميه مغرقه الدنيا ومغرقه المدخل تحت. فقال لي الحي ومش عارفه ايه، وكلمي الدكتور مش عارفه ايه. كلمت زوجي وهات سباك بسرعه، وجه وعبال ما صلح الميه كانت فيها للساعه 2. طبعا هو اليوم بقى كان باين من اوله. المهم بقى ايه، قالت لي طب انا هعمل معاكي السفره والصالون وبعد كده نيجي نكمل بكره. قلت لها تمام. نيجي نكمل، حاجات تقع حاجات تتكسر، الكريستاله بتاع النجف يقع والدنيا تتملأ ازاز. المهم ان انا اعصابي تعبت وانا حاسه ان في حاجه هتحصل، وعماله اقول لها انا قلبي مقبوض انا قلبي مقبوض. المهم خلصت خلاص وقالت لي همشي الساعة 5، ومشت الساعة 5 عشان أنا أسخن فطاري إيه وأفطر. المهم يا جماعة، المس بتاعت بنتي بعد الفطار كلمتني وقالت لي خليها بقى تجهز الكشاكيل بتاعتها والأقلام ومش عارفة إيه والكلام ده. قلت تمام. بعد ما باباها جه بالليل قلت لها انزلي بقى مع باباكي وهاتي الكشاكيل بتاعتك والأقلام والكلام ده. المهم راحوا يجيبوا الأقلام والكشاكيل، وكنت قايلة لزوجي إيه هات لي رنجة بقى عشان إيه ده آخر هودع بقى الرنجة وخلاص وقبل رمضان ومش عارفة إيه. المهم المكان اللي هيجيبوا منه رنجة كان بعيد عن المكتبة. بعد ما جابوا الحاجة بتاعتها وراحوا عشان يجيبوا الرنجة، اكتشفت بنتي ان الموبايل مش معاها. قعدت تعيط طبعا في العربية. رجعوا بسرعة علشان يشوفوا الموبايل. راحوا في نفس المكان بتاع المكتبة يدوروا يمين يدوروا شمال مش لاقيين الموبايل. المهم جابوا كاميرات المكتبة لقوا البنت طالعة بالموبايل من المكتبة. فيدوروا في الشارع مش لاقيين. وطبعا انا كل ده بكلم زوجي بقى وهو متعصب وانا متعصب. المهم يعني نزلت اجري من البيت، المكتبه دي قدام البيت يعني. فنزلت اجري ليهم انا وبنتي التانية، انا وبنتي الكبيره يعني. ندور معاهم نقلب العربيه يمين شمال مش لاقيين الموبايل. نرن على الموبايل، الموبايل خط مفتوح ومحدش بيرد. طب وبعدين فضلنا على كده لحد الساعه 12 بالليل، لحد ما كلمنا شركه فودافون، وطبعا اللي واخد الموبايل ما بيردش. طيب وبعدين اتصلنا بقى بشركة فودافون، قالوا لنا لازم تعملوا محضر علشان يتم تتبع الرقم وحوار كده. المهم زوجي نزل وراح عمل محضر. وعبل بقى ما نمنا كان فيها للساعة 3. المهم المساعدة بتاعتي جت تاني يوم وحكت لها اللي حصل طبعا، ولقيت وشي طبعا وعينيا وارمين بقى من العياط طبعا الموبايل غالي فخلاص. بس في الاول وفي الاخر قمت صليت ركعتين قبل ما انام، وشكرت ربنا ان بنتي كويسه وما حصلهاش اي حاجه، والحمد لله ايه على كده. تمام. المهم بقى واحنا بننظف انا وهي، ف قلت لها ايه انا هقوم اصلي الظهر. ورحت صليت الظهر وهي بتنظف. وبعدين قلت طب رني كده، يمكن اللي اخد الموبايل يرد. وبعدين وانا ماسكه الموبايل بتاعي وقاعده برن عماله اقول رد رد ربنا يخليك رد، والنبي يا رب خليه يرد. وفجأة الاقي اللي اخد الموبايل الخط بيتفتح وبيرد. بقيت زي المجنونه، والنبي ربنا يخليك ما تقفلش، والنبي الموبايل ده وقع من بنتي بالليل في المكان الفلاني. قال لي ايوه هو وقع منها بالليل وانا رايح المكان ده بعد نص ساعه هكون هناك. فطبعا قلت له والله ليك الحلاوه. قال لي بجد ليه الحلاوه؟ قلت له والله ليك الحلاوه وحلاوه كمان ما كنتش تتوقعها. المهم اتصلت بزوجي بقى وانا بعيط ومنهاره وكده. قال لي ما تنزليش انا اللي هاجي. وهو جه بقى واستنى الراجل، ويطلع الراجل ده انسان يعني على قده، وبيشتغل هو وزوجته في المستشفى اللي قدامنا. وطبعا وقتها انا قلت لما كلمت زوجي قلت له اديله مبلغ كبير، وادانا له بصراحة يعني 1000 جنيه علشان هو يستاهل، على امانته يستاهل. طبعا هو ما كانش بيرد بالليل ليه؟ لان هو بيشتغل في المستشفى، فبيروح هو ومراته بالليل بقى خلاص تعبان نايم. وبنتي اصلا كانت عامله الموبايل كمان سايلنت، فممكن يكون ما شافوش اساسا. المهم الراجل فرح طبعا جدا بال1000 جنيه،
وزوجي قال له بقى قريب هتصل بيك وهجيب لك حاجة حلوة جدا، وادانا له من شنط رمضان. فربنا سبحانه وتعالى له في ذلك حكم. ليه في الوقت ده يعني يحصل كده معانا؟ علشان الراجل ده اشمعنى دونا عن كل الناس اللي ماشيين في الشارع الراجل ده هو اللي يلاقي الموبايل؟ علشان الراجل ده محتاج، والراجل ده ربنا يعني بعت له رزقه. خلاص هو ربنا قرر ان الراجل ده له رزق، فخلاص كن فيكون. فربنا له حكم جميلة قوي. على قد ما اليوم كان صعب قوي وبجد لا يحتمل بالنسبة لنا، بس في الاخر فرح انسان تاني، واحنا كمان فرحنا على فرحته. وانا يعني فرحانة جدا ان احنا قدرنا لو نساعده لو بحاجة بسيطة جدا، وهو بصراحة يستاهل على امانته. كان ممكن ياخد الموبايل ويطمع فيه، او يعني يعمل بيه اي حاجة يعني، او يبيعه او ايا كان يعني. بس ده يشكر على امانته بجد، وامانته دي خلته ان هو يدخله حاجة جميلة هتفرحه على رمضان وتفرح عيلته وتفرح أسرته. وبجد ربنا حكمته جميلة قوي بجد. يعني الموقف ده عمري ما انساه. أول مرة في حياتي يحصل لي حاجة زي كده بصراحة، يعني أول مرة يحصل لنا حاجة زي كده. عمر ده ما حصل لنا على فكرة. فبجد اليوم على قد ما كان صعب جدا وكله نكد وكله عياط، على قد ما بعد كده يعني تاني يوم ربنا شال الغمة دي. بس عايزة اقول لكم على حاجة. انا قبل ما انام انا صليت ركعتين وقعدت ادعي ربنا انه يهديني، وقعدت اشكر ربنا انه بنتي ما حصلهاش اي حاجة. لان بنتي دي بالذات يعني كل ما كان يبقى داخل علينا رمضان كان يحصل لها حادثة. يعني هي ايه يعني اللي هي مسجلة حوادث، لازم قبل رمضان بأسبوعين يحصل لها حاجة. ففي التوقيت ده قلت اللهم لك ألف حمد وألف شكر ان بنتي ما حصلهاش اي حاجة، وفي داهية الموبايل وفدانا اي حاجة حصلت في اليوم ده. واليوم عدى وكل حاجة عدت، والحمد لله والشكر لله على نعمه. وبجد يعني كان احساس صعب بجد. موضوع الموبايل ده، بس في الاخر قدر الله وما شاء فعل. يعني فكرة ان انتي كويسة وزوجك وعيالك ومفيش حد حصل له حاجة، دي بالدنيا كلها والله بجد. وقصاد ده ربنا ادانا بقى حكمة تانية، ان هو لما بيعوز يرزق بني ادم هيرزقه. لو الناس اتشالت اتحطت هيرزقه. الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع اي حد تاني. ويا رب يكون الكلام ما ازعجكوش والحكاية بتاعتي كانت خفيفة عليكم. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي بتتابعوني منين، واكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، وقولوا لي حصل معاكم، احكوا لي حصل معاكم حاجات زي كده وطلع منها حكمة حلوة كده برضو في النهاية ان احنا نتعلمها ونقولها للناس ونحكيها زي ما انا بحكي معاكم كده. واحكوا لي يعني حصل ده معاكم ولا ايه. وبس زي ما انتم شايفين كده عملت الفروت سلطات، مجرد ان انا قطعت الفاكهة وبس وبحطها دلوقتي في الكاسات، وبيبقى بصراحة طعمه جميل جدا. احنا بنحب العصير بتاعه يكون يعني العيال بتخانقوا على شوية العصير دول، وبصراحة طعمهم تحفة. وطبعا بقى الفاكهة مغذية جدا مش هقول لكم بقى يعني. بس قولوا لي ايه رأيكم بقى في الجمال ده. ولو عجبكم الفيديو بجد دعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي بقى بتتابعوني منين. بجد عايزة اتعرف عليكم كده يعني، ونتعرف على بعض وتعرفوا عليا، ونحكي ونرغي كده مع بعض في حاجات كتير قوي. عندي كلام كتير قوي والله.
ايه رأيكم بقى في الكاسة القمر دي؟ وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، واستنوني في فيديو جامد جدا، ويلا اشوفكم على خير ومع السلامة.